السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شيوات ستي الحبايب. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرو البسطيله ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا هنا عندي دجاجه فيها 2 كيلو ونص. كندير انا التوابل في الدجاج اللي كنديرو في الكونجيلاتور. وعندي هنا بالنسبه للتوابل اللي غادي ندير، عندي معلقه ديال السكينجبير ومعلقه ديال الخرقوم بلدي، وعندي معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، وعندي هنا هذه معلقه ديال العطريه ديال البسطيله، وعندي معلقه ديال السمن، وعندي واحد الطريف ديال بسيبيسه غير صغير، وهنا واحد 3 العويدات ديال القرفه. هنا عندي الزعفران هذا مسخن، هذا غاديش نديرو دابا، وعندي هنايا الثومه، وعندي قبطه ديال المعدنوس، وعندي هنا واحد نص كاس، هاد الكويس راه صغيور، هو عندي نص كاس نخلط ما بين زيت العود وما بين زيت الروميه، وهنا عندي واحد 2 بصلات كبار مشلطين. اذا بسم الله على بركه الله غادي نبدا بالبصله هي الاولى. غادي ندير الربيع، وغادي ندير هاد التوابل. اذا درت هنايا التوابل، غادي ندير ثومه، وغادي ندير هنا واحد الكاس ديال الماء قبل ما غادي ندير الزيت، لان حتى غادي يغلى ان شاء الله الدجاج اللي غادي ندير الزيت. اذا غادي نخلي هذا الشيء هذا غادي يتشحر، ونسد عليه ونرجع معكم ان شاء الله. اذا غادي نحركو الطنجره ديالنا، نحيدو بعدا هاد المعلقه اللي كان فيها السمن، غادي نحركو الدجاج. تبارك الله، واحد الريحه طالعه ما شاء الله. اذا دابا غادي نجيب الزيت، بسم الله. صافي غادي نخليها، راه كيف ما شفتوا فيها غير داك الكاس ديال الماء. صافي غادي نخليها، وغادي انا كنقي في البصله. ملي غادي يتقلي هاد الدجاج مزيان غادي نرمي عليه البصله، ما غندير لا ماء لا حتى شي حاجه. اذا هنا بالنسبه للبصله انا درت تقريبا 2 كيلو، كنت حيدت منهم هذوك 2 بصلات اللي درت مع الدجاج المره الاولى. هادو دابا انا غادي نرميهم مع الدجاج. كاين اللي كيخلي البصله حتى كيطيب الدجاج كيحيدوه اللي كيرمي البصله. انا باش نربح الوقت، وباش في نفس الوقت هذاك